السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه عيالي كانوا بيزنوا عليها بقالهم فتره، فاستغلت فرصه اني في لبن فقلت هعمل مهلبيه. انا دايما بستخدم سان جورج، بيديني مقادير صح والطعم بيبقى حلو. هي عباره عن نشا و... وكل كيس بياخد كوبايتين ونص، لبن. فهي المقادير معروفه، مفيش فيها غلطه، مفيش حاجه هتبقى صايصه، مفيش حاجه هتبقى مزوده، يا دوب بس هنزود عليها السكر اللي احنا بنعوزه وخلاص. ماشي. هنحط هنا الواحد بياخد 2.5، يبقى انا هعمل الاتنين، يبقى هحط فيها خمس كوبايات لبن. كده حطيت خمس كوبايات لبن في اللبانه. ماشي. وهفرغ عليهم مقدارين الكيسين بتاع السان جورج دول اللي هما الكاستر. ده ميزتهم بان هما خلاص يعني ايه، دي خلاص مفيش فيها غلطه، القوام بيبقى مظبوط والطعم بيبقى حلو. لان انا بعملها بالنشا، ساعات النشا بتبقى تقيله، ساعات النشا بتبقى خفيفه. وهقلبها طبعا واحطها في الايه، على البوتاجاز. ده تقليب الاول، بنسيح او بندوب الكاستر او النشا الاول على البارد قبل ما تخش على البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما تخش على البوتاجاز. بسم الله. عشان خاطر في ثواني اما تروح نازله النشا، نازله على الارض وماسكه نفسها. خلاص استوت كده. اول ما بتستوي بقوم رايحه حاطه كيس الفانيليا. كفايه كيس واحد قوي، هو كيس واحد كفايه قوي، لان الفانيليا عطر بيدي ريحه مش بيدي طعم، وهي بتدي بس ريحه للمهلبيه وخلاص. وطبعا انا قبل ما احطها على النار انا كنت حاطه فيها السكر بتاعها المطلوب. هصبها بقى في الاطباق بتاعتها. دي اطباق جميله جميله قوي في الشغل ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تبرد بتدخليها التلاجة طبعا، ما تبرد، وما ينفعش اغطي عليها لان هي ليها اطباق، ليها غطيان، ما ينفعش اغطي عليها وهي سخنه مولعه بالطريقه دي. كمان اهو كده حلو قوي، الكميه دي حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. 5 كوبايات لبن تقريبا عملوا لي 5 كوبايات اطباق. هنحط مكسرات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط هنا مكسرات، ونحط هنا مكسرات. مش هحط في الاطباق كلها، مش عشان خاطر ايه، عندي ابني صغير مش لسه ما عندوش ثقافه المكسرات والحاجات دي، لسه يعني لسه يا دوب. هتتبقى برضه دي مش هغطي عليها الغطيانه اهي، مش هغطي عليها الا ما تبرد تماما عشان اعرف ادخلها التلاجة. ماشي. هتوحشوني، ما تنسوش اللايك. مع السلامه، باي باي.